واليام اليام يا بنتي مالك عجاب. تخيل معايا تفيق في الصباح وتلقى الدار اللي كبرتي فيها واللي جدرانها حافظة الضحك ديال ولادك وأسرار عائلتك ولات في رمش تاين مجرد ركام وغبرة. اليوم ما غاديش نهضروا على الحيوط، اليوم غادي نهضروا على القهرة. البرد قاصح والليل طويل والدراري الصغار لقاو راسهم كيشوفوا في السماء عوض السقف اللي كان حاميهم. في هذيك اللحظة الدنيا كتولي كتبان لك ضيقة، والبرد ما كيبقاش غير في العظام، البرد كيولي في القلب. واش كاين شي وجع اكثر من هكذا؟ واش كاين شي وجع اكثر من ان الاب يشوف ولادو مشردين وهو عاجز تماما؟ ولكن اجي نشوفوا الجانب الاخر، هذاك اللي وقع على القرار، هذاك اللي نفذ بلا رحمه، اللي كيسالي النهار وكيمشي لفيلتو كيشد عليه بابو كيشعل التدفئه وكيشوف ولادو ناعسين في الدفا. واش ما كيدوزوش قدام عينو وجه داك البنت اللي بكات وهي كتشوف دميتها والالعاب ديالها تحت الردم؟ انت اللي مسؤول. نسولك سؤال واحد وجاوبني عليه بينك وبين راسك. هذيك الليله اللي خرجتي فيها عائلات في الزنقه تحت الصدمه والبرد وانت ناعس وسط الرفاهيه، واش فعلا قدرتي تغمض عينيك؟ واش نعستي مرتاح؟ الهدم كيهدم الحيوط، ولكن الظلم كيهدم النفوس. القانون دار باش يحمي الناس ماشي باش يشردهم. المشكله ماشي غير في الحيوط اللي طاحت، المصيبه هي في ديك التفاصيل الصغيره اللي ضاعت وسط الغبره. هذيك التصويره ديال داك الجد اللي كانت معلقه في الصالون، هادوك ماشي مجرد خرده، هادوك هما العمر اللي تبنى حجر بحجر. وللاسف جات الطراكس ومسحاتو في ثانيه واحده بحال كاع الا ما كانش. واش اللي وقع على القرار فكر باللي راه كيهدم ذاكره ماشي غير سكن. بزاف كيقولوا القانون فوق الجميع، وحنا مع القانون طبعا، ولكن واش القانون تدار باش يحمي الانسان ولا باش يخدم الانسان، ولا تدار باش يطحن الانسان؟ في الغابه القوي كياكل الضعيف وهذه فطره، ولكن في المجتمع اللي كينتمي للقرن 21 عيب وعار نشوفوا القانون كيولي سلاح في يد اللي عنده ضد اللي ما عندوش. واش القيمه ديال مشروع سياحي او طريق جديده اكثر من القيمه ديال كرامه مواطن؟ واش العمران اهم من الانسان وكرامه الانسان؟ تخيل هاد الوليدات ملي غادي يكبروا شنو غادي يكتبوا في المذكرات ديالهم؟ علاش غيبقاو عاقلين؟ واش غادي يذكروا بلادهم بالحب ولا غادي يذكروا ليله البرد اللي لقاو فيها راسهم منبودين؟ الدوله القويه هي اللي كتزرع الانتماء في قلوب ولادها، والانتماء كيبدا من الامان. من اللي كتحرم طفل صغير من الامان ديال بيته راه بحال الا كتحرمو من الثقه في العالم كامل. واش فكرتي في هذا الجيل اللي غادي يكبر وهو حاقد حيت لقى راسو في الزنقه بلا سبب، ولا ما فكرتيش فيه؟ خوتي خواتاتي السلام عليكم، كنتمنى الفكره تكون وصلت، وما تنساوش تابوناو في الحلقه في القناه، والسلام عليكم.